بكل الحب بكل الود نلتقي اليوم احنا وضيوفنا اللي احنا ما نعتبرهم ضيوفنا الصراحه هم اهل البيت. نتشرف بحضوركم عندنا لاقامه هذا المعرض اللي بصراحه لنا الشرف انه يكون عندنا في الكويت. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بكلمه السيد عبد الرسول سلمان رئيس الجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه ورئيس اتحاد جمعيات الفنون التشكيليه الخليجيه ونائب رئيس الرابطه الدوليه للفنون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني جدا ان التقي معكم ومع رموز الفن التشكيلي في المملكه العربيه السعوديه. وفي هذه الامسيه ويسعدني ان اشكركم على الحضور. كان الفن بعد نبذه بس عن الفن التشكيلي في المملكه. كان الفن في المملكه العربيه السعوديه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي كانه خطاب يوجهه الفنان للمتلقي عبر لوحاته مثل مناظر البيئه الصحراويه والبيئه البحريه والموضوعات الاخرى. وكان خروج الفنان السعودي من نطاق بيئته الى البيئات الاخرى للدراسه او للسياحه وكذلك المشاركه في المعارض العربيه والدوليه والاحتكاك بالاخرين كان تمهيد لمنح الفنان حريه اختيار الموضوعات واسلوب الصياغه والخروج على التقاليد المتآلفه والتعبير عن انفعالات لمنح الفنان حريه اختيار الموضوعات واسلوب الصياغه والخروج على التقاليد المتآلفه والتعبير عن الانفعالات الشخصيه مستندين الى دفاع النقاد عن اسلوبهم وشخصيتهم الجديده والذي اخذ يلعب الدور الوسيط بين الفنان والجمهور الذي شعر في البدايه بالغربه وسرعان ما تأقلم واصبح الجديد قديما. وتابع الفنانين الجديد حتى لا يصبح اعمالهم ممله ثم اسفر الامر عما يعرف بالحداثه قبل نهايه القرن العشرين الماضي وفي مربع القرن الجديد بعد الاكتشافات العلميه، واصبح التطرف في التجديد شعارا يرفعه الفنانون والنقاد بالعمليه الابداعيه سواء في المملكه العربيه السعوديه او في دول مجلس التعاون او فنانين العرب. واصبح الموقف الجمالي ليس بالعناصر المرسومه لانها مجرد اختيارات شخصيه وخامات وليست محاكاه الواقع حتى بدات مشحونه بالغموض والاسرار. فاتجه اكثر الفنانين كما قلت مثل غيرهم الى الفن التجريدي. والتجريد اكثر انماط الفن الحديث صعوبه مثل الموسيقى لا تحاكي طبيعه لكنها تصل الى مشاعر الملايين، وان الاشكال المرئيه بالمثل تتوجه الى احاسيسنا وتصل الينا بالفطره. من هنا نستطيع القول ان مداخل الابداع والفكر الفني عند المشاركين كما راينا في معرض الفن السعودي المعروض حاليا في الجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه بمناسبه 45 عاما على تاسيسها، تتمثل في 3 تيارات معاصره يضم كل منها عده مداخل هي التعبير، التجريد، الخيال. اما الفئه الاولى فانهم يهتمون بالموقف الانفعالي اي الاهتمام بالمجتمع. على سبيل المثال مثل اعمال عبد الله النواوي، عبده عريشي، تبريد البخشي، فهد خليف وغيرهم. والفئه الثانيه يهتمون بالتجريد في البناء الشكلي للعمل الفني اي الاهتمام ببناء الحقيقه. منهم ناصر موسى، عبد الله المبروك، ايمان الدشي، ابراهيم الفضالي ايضا وغيرهم. اما الفئه الثالثه فانهم يستهدفون الدنيا الخيال في
الجانب التلقائي، ويبرزون الاهتمام في متاهات العقل الإنساني مثل محمد الرباط، محمد الشهري، نزير ياوز، سامر الحسن أو الحسين وغيرهم. أي أن الفنانين المشاركين في معرض الفن السعودي المعاصر يضعون في الاعتبار الشعور والتنظيم والخيال، لأنهم يدركون أن الفن يصبح سخيفا بلا خيال ومشوشا بدون قدر من التنظيم، ولا يحرك فينا ساكنا إذا خلا من الشعور. ويسعدني بهذه المناسبة أن أقدم أكبرهم سنا اللي هو عبد الله النواوي ليعطينا فكرة عن لمحة عن الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بعد زي بدء نشكر رئيس جمعية الفنون التشكيلية في دولة الكويت وأعضائها والحضور على الحفاظ على الشيء الذي وجدناه منهم بكل تقدير واحترام، وهذا ليس غريب على أبناء الخليج ونحن جزء منه. أحب أن أتحدث عن بعض الأشياء تقريبا التي ساعدت في تطوير وإيجاد الحركة التشكيلية في المملكة العربية السعودية. مرحلة الانطلاقة كانت الحقيقية في عام 1401 هجرية إلى 1423، وفي هذا التاريخ 1401 كان لي الشرف بأن أكون زميلا وصديقا للشايب وصديقنا كبير السن على ما قال الرسول سلمان في فنلندا في هلسنكي، وكانت أيام جميلة قضيناها من أجمل الأيام لوضع أرجل أبناء الخليج مع المحيط العالمي في اليونسكو. دخل الفن التشكيلي في هذه الفترة داخليا وتعرفوا عليه خارجيا. أصبح الفن يزاحم الوقوع على الساحة الثقافية التشكيلية. ساعد في تحريك الحركة التشكيلية هو الابتعاث الخارجي للدراسة العليا، ونحن اليوم في هذا الوقت مع ابتعاث صاحب جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين ابتعث ما يقارب عن 70,000 طالب يدرسون كل التخصصات، من ضمنها تخصصات الفن اللي هي تقريبا فن الديكور، فن التصوير الفوتوغرافي وجوع من عدد الفنون، وهذه انعكاسا الى الوطن والى ابناء الشعب. تاسيس المزيد من اقسام التربيه الفنيه في الجامعات والكليات كان اولا هو معهد التربيه الفنيه في الرياض، ثم بعد ذلك اصبح ماده التربيه الفنيه في جميع الجامعات، وكان اخر شيء هو تقريبا اقامه بعض النشاطات منها فنون تشكيليه، وتقريبا في مدينه الرياض ثم مدينه جده والان ان شاء الله في المنطقه الشرقيه. ساهمت عمليه التجميل المباني والميادين والمؤسسات الحكوميه الاهليه في تقريبا اظهار الحركه التشكيليه، وهذا شيء جميل جدا. لدينا اكبر معرض مفتوح على مستوى العالم في مدينه جده على الكورنيش، يضم اعمال لهنري مول ومجموعه من الفنانين العرب، يعني تقريبا وكان هذه برضه انعكاسا الى تطوير والى الرؤيه الفنيه التشكيليه. اقامه العديد من المسابقات الفنيه التشكيليه عن طريق وزاره الثقافه والاعلام، وكانت هناك العديد من المعارض اللي هي السعودي المعاصر التي تشاهدونه، ثم بعد ذلك الوطن في عيون الفنانين، في عيون الخطاطين، وكذلك اللوحات الصغيره، وكذلك تقريبا معرض الفنانات التشكيليات. هناك كذلك مسابقه الخطوط السعوديه التي كانت لها اثر كبير جدا واستمرت حوالي 3 سنوات، قدمت فيها جوائز ماليه قيمه، وكان هذا شيء جميل. كذلك مسابقه السفير، هذا جمع مجموعه من الاعمال التشكيليه للفنانين التشكيليين على اساس تجميل السفارات السعوديه في خارج المملكه وجميع المرافق الحكوميه. مسابقه سوق عكاظ السنويه تقريبا، وهذه تعتبر مركز سوق عكاظ يعتبر السنه الرابعه والخامسه، ويشرفني ان اقدم الشكر
أو التهنئة لزميلي الأستاذ الفنان محمد الباط الذي حاز على درجة قبل سنتين إلى المستوى الأول اللي هو لوحة قصيدة وكانت الجائزة 100,000 ريال. المسابقات التشكيلية في مناطق أبها والباحة كذلك. معارض الأسابيع الثقافية لجميع الدول حسب الاتفاقيات الدولية بين الدول التي ذهبنا إليها، وكان لي الشرف بأن أكون منظما لهذه المعارض مع وزارة الثقافة في بنغلاديش وفي كازاخستان وأذربيجان، وآخرها كانت في الجزائر والمغرب والهند، وآخر شيء كان في فرنسا، وكان لها أثر كبير جدا في تعريف هؤلاء الدول التي ذهبنا إليها عن الحركة التشكيلية السعودية. مشاركة الفنانين في بنائيات حسب الدعوات التي توجه لنا. هناك أعداد من الأجيال تقريبا السنية من عام 1369 إلى 1949 كان من ضمن أول من الأجيال الفنان جبار اليحيى وآخرهم عبد الله إدريس في هذه السن. ثم ذلك الجيل الثاني من مواليد 1370 1950 إلى 1379 1959 هذا الجيل الثاني ما شاء الله تبارك الله، منهم الأجيال التي أمامك تقريبا الأخ منصور ناصر المنصور وتكسير السن، ولكن نحن الأجيال الأولى كبار السن ولا نذكر أعمارنا ولكن فوق الستينات والحمد لله. الاهتمام بالمجالات التشكيلية. الفن التشكيلي ليس فن لوحة فقط، هناك العديد من المجالات منها الخزف، وما شاء الله يعني مجموعة من الفنانين والفنانات الخزافة منهم منال الصالح محضرة الدكتوراه في مجال الخزف، منى سنبل وبعض منهم، والفنان اللي هو سعد المسعدي من كبار الفنانين الخزافين محضر دراسة عليا في أمريكا عن طريق الخزف. النحت كنا نبحث عنه ونقول انه حرام وممنوع والى اخره، ولكن الان ما شاء الله ظهر النحت بطريقه جميله جدا، هو البحث عن المنحوتات التجريديه. وعالم التجريد عالم خيال خاص ممكن نطلع منه بشيء كثير جدا عن طريق الحرف، عن طريق الكتله والمساحه والى اخره. الفن المفاهيمي ولله الحمد دخل بطريقه جميله جدا. آخر حاجة وسمعناها وقرأنا عنها أنه أعطى عمل مفاهيمي الفنان ناصر، أحد الفنانين عبد الناصر، بيع عمله ب1,000,000 دولار في أرض دبي. والعديد من الفنون مثل الخط العربي كان آخرها معرض الخط العربي في مكة المكرمة في برج الساعة، وكانت على مستوى العالم العربي، وكنا حاضرين هذا المعرض على مستوى جدا متميز. فن التصوير الرقمي الذي بدع فيه الفنان خالد الأمير والفنانة منال الرويشي وبعضهم عدد كبير جدا من هؤلاء. فالفن الرقمي يعتبر يعني تقريبا متماشي مع الفن التشكيلي الحديث وحسب التطور والنواحي العلمية. هناك إن شاء الله توصيات وصي عليها إنشاء متحف تشكيلي بالمباني التراثية القديمة والذي يوصي بها اللي هو فن التراث. طيب، إيجاد نظام للتفرغ، تفعيل نظام حقوق الفنان، فتح العديد من جمعيات الفنون، الاهتمام بتقديم المعارض والمجسمات الفنونية في مدينة جدة. هناك آخر شيء أقدمه للإخوة الحاضرين إن حبوا دراسة أو تحليل عن بعض الفنانين، 10 من الفنانين من الجيل الأول، فإن شاء الله سأتوزع عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل الأستاذ ناصر الموسى لإلقاء ما عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً يعني أحب أشكر زملائنا في اللون والمساحة والركض حولها في هذا المجال، وما يساندهم من إخواننا في الكلمة والحرف من إعلاميين ومفكرين في هذا المجال. ثم أسجل الشكر الجزيل إلى
رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون التشكيلية الكويتية الأستاذ عبد الرسول سلمان، وعلى الطاقم الإداري. وأسجل أيضا كلمة شكر إلى دولة الكويت بلدنا الحبيب، كوننا أيضا من هذه الأرض ننتمي إليها، وكلنا أيضا أفراد دول مجلس التعاون إخوة بكل شيء. بادئ عندي كثير، ولكن نزولا من رغبة الإخوان في الزمن سأختصر قدر الإمكان، ولعل ما قيل فيه من إيجاز وإيجاز إعجاز، فلعل الاختصار أيضا شيء من ذلك. وأنا لدي الكثير ولكني سأختصر وأقتصر حديثي حول من لهم حق الريادة أو من الجيل الأول والذين ساهموا في دفع الحركة التشكيلية السعودية إلى الأمام، ولولا الله ثم هم لم نكن بين أيديكم على نظرين نتعاطى ونتعامل ونفكر ونعمل حول الفكر التشكيلي وتقديم العمل الإبداعي أيا كان شكله. سأبدأ بسرد تاريخي بسيط وسريع أيضا لمن هم طبعا يؤرخوا للحركة التشكيلية السعودية، وأبدأ بالفنان وأكبرهم سنا ويبلغ من العمر 85 عاما، وهو عبد الجبار عبد الكريم اليحيى، وهو عايش الحمد لله ويتمتع بصحة جيدة، وهو مواليد 1931 ميلادي ويمارس عمله. ثم أيضا يليه الفنان عبد الله عبد الكريم الشيخ، وهو أيضا أخو عبد الجبار اليحيى، وولد عام 1336 ميلادي. ثم يليه الفنان الدكتور عبد الحليم رضوي، وهذا أيضا عام 1939 رحمة الله عليه. ثم الفنان محمد موسى السليم والذي ولد عام 1339 ميلادي. ثم الفنان خالد الفيصل عام 1940. ثم الفنانة صفية بن زقر عام 1940. ثم الفنان محمد الصقعي 1940. ثم سعد العبيد 1944. علي العزيزة 1944. محمد الصدر رحمة الله عليه 1944. ضياء عزيز ضياء 1947. طه صبان، محمد الرصيص، منير الموصلي. وسأختار 5 أسماء من هؤلاء الذين لهم أثر واضح في حركة التشكيلية للحديث نبذة مختصرة إذا سمح لي الموقف أو الزمن. طبعا نزولا لنظرات أبو عبد الله سأختصر قدر الإمكان، ولكن هذا تاريخ وليعذرني الإخوة، تاريخ ولابد حقهم علينا أن أيضا نعطيهم هذا الحق، لأنهم رحلوا وتركونا نمارس الركض على المساحة بفعل الله جل وعلا، ثم بتأثيرهم على خط الحركة التشكيلية التي نحن أبناؤها. فسأبدأ بالفنان عبد الجبار عبد الكريم اليحيى الذي ولد في زبيرة عام 1931 في العراق، حيث تلقى تعليم الابتدائي والمتوسط فيها، ثم انتقل إلى البحرين لمواصلة الدراسة، لكنه عاد إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة رحيمة عام 1951 ميلادي، والتحق مدرسة التدريب المهني، ثم ابتعث لأمريكا لدراسة الإلكترونيات، ثم عاد ليعمل في القوات الجوية في جدة عام 1952 إلى 1969 ميلادي. حرر صفحة أسبوعية أصدرتها جريدة المدينة المنورة عام 1968 ميلادي. أقام أول معرض شخصي عام 1971 ميلادي. له كتابات متفرقة في الصحف المحلية والعربية، أعمال فنية تناولها كثير من النقاد بدراسة. قال عنه الفنان محمد الرصيص إن الليحية شخصية تتسم بالتواضع الجم والرؤية الموضوعية وقول الحق والغيرة على الفن ومسيرته في المملكة العربية السعودية. سأنتقل إلى فارس آخر من فرسان الحركة التشكيلية السعودية وأيضا في الخليج العربي، وهو الفنان والدكتور الراحل عبد الحليم رضوي الذي ولد عام 1939 ميلادي وتوفي في يوم 5/2/2006 رحمه الله جل وعلا.
هو من مواليد مكة المكرمة، بدأ حياته العامة عصاميا مكافحا بعد وفاة والده وهو في سن الخامسة، بائع بليلة ولا هو يعني اعتذر من هذا الشيء ويقول في مواقف أخرى، وعمل بناء في حي أحد الأحياء في مكة، ثم مطوفا، وكانت هوايته الفنية سببا في نجاحه العام. في عام 1960 سافر إلى إيطاليا لدراسة الفنون على حسابه الخاص، حيث عمل دهانا في روما لكي يتمكن من إيجاد المال الذي يجعله يكمل مشواره الدراسي. وبالفعل حصل على ليسانس فنون الديكور من أكاديمية الجميلة في روما عام 1964 ميلادي. حصل على الدكتوراه في الفنون من أكاديمية سان فرناندو في مدريد عام 1979. أقام أول معرض له في جدة عام 1965 بعد عودته من إيطاليا. سأختصر قدرا ولكن يعذرني الله. معلش أنا يعني كلفت أن أختصر قدر الإمكان، ولكن عندي 20 رائد فاخترت 4 فرسان وفارسا، فليعذرني الأخوة. أيضا رائد من رواد الفن التشكيلي. طبعا قيمنا الريادة في مفهوم الفنانين ما يحتاج شرح واضحة، لمن له أثر تركه في من أتى بعده. الفنان محمد موسى السليم رحمة الله عليه 1939 وتوفي عام 1997 ميلادي. عمل معلما لمادة التربية الفنية في مدينة مراد، ثم انتقل إلى الرياض ليعمل موجها للمادة، حيث عمل رساما للمشاهد والخلفيات البرامج في تلفزيون الرياض. بعدها سافر إلى إيطاليا لدراسة فن الديكور في عام 1970، حيث عاد منها عام 1973 ليعمل مهندسا الديكور حتى عام 1979 استقال من العمل، حيث بدأت مؤسسة دار الفنون السعودية. وعام 1400 هجري 1980 افتتح صالة الفنون العالمية التشكيلية، وأقام عدة معارض كمساهمة في إثراء الحركة التشكيلية، وهذا جهد شخصي يحسب لهذا الرائد. في عام 1986 تفرغ لمزاولة النشاط الفني، أقام أول معرض شخصي لأعماله عام 1967 ميلادي بنادي النصر. صمم عددا كثير من المجسمات المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، وأيضا له باب طويل في تأمين الخامات عندما كنا لا نجدها، فكانت دار الفنون تسعى لذلك وساهم مع الرواد في إيجاد الورش والإشراف عليها للفنانين سواء بالرياض وغيره، فرحمة الله على هذا الرائد. باقي يأذن لي أبو عبد الله، باقي اثنان. بختصر واحد وباخذ صفية عشان ما يزعلون الاخوان ليش انت جنحت الى الجانب الرجالي. من رواد الحركه التشكيليه ايضا في المملكه العربيه السعوديه الفنانه والرائده صفيه بن سعيد الزبر، من مواليد عام 1940 ميلادي، ولدت في مدينه جده. ثم بعد سن السابعة سافرت معاشرة إلى القاهرة، حيث درست هناك حتى حصلت على المرحلة الثانوية، ثم سافرت إلى لندن لدراسة اللغة الإنجليزية تخصص سكرتارية، حيث نمت مواهبها الفنية من خلال زيارة المتاحف والمعارض الفنية في الفترة من عام 1960 1963 ميلادي. عادت إلى القاهرة لتتلقى دروسا في الرسم والتصوير التشكيلي بإشراف الدكتور صبري عبد الغني لمدة عامين، من عام 1985 إلى عام 1385 1965 1966 ميلادي. ثم التحقت بكلية سانت مارتن للفنون بلندن لمدة عامين 77 78 تخصص رسم وحفر وجرافيك. أنشأت متحفا للفن اسمته دار صفية بن زبر في جدة، ثم تم افتتاحها عام 1420 هجرية، وهي تحوي أعمالها ومنسبها
بعض المقتنيات التي أيضا تقتنيها، ثم أقوم بدراسة إعطاء ورش تدريبية للطلبة وللمبتدئين في الفنون، فنقدم لهم الشكر الجزيل على مساهمتهم في دفع الحركة التشكيلية إلى الأمام بما قدموه للأجيال اللاحقة من مساهمات ومن أيضا تسهيل الطريق وفتح المجال أمام هذه الكوكبة من الشباب الذين ترون أعمالهم تزاحم الكبار في المنافسات المحلية والعالمية. فلا يسعني خلال هذه المهمة تجاوزت يعرفني الأخوة الحاضرين، لأنه أيضا المجال يحتاج إلى توسع أكثر، لأن مجال التشكيل السعودي لديه من الفنانين المسجلين 500 فنان ممارس، فكيف نختصر في هذا الزمن؟ عذرا للإطالة وشكرا لحسن استماعكم وشكرا لإدارة الحوار. السلام عليكم. تفضل السيدة تغريد البغشي لتتحدث عما يدور في خاطرها والفن السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بدء طبعا أشكر الجمعية الكويتية لاحتفائها الجميل والرائع كضيوف. في الحقيقة لم نشعر أننا ضيوف، بالعكس أحسسنا أن بين أهلنا وأخواننا. عند بداية إعداد هذه الورقة كانت لدي مجموعة من التساؤلات عن المرأة، كيف بدأت وأين ولماذا كفنانة تشكيلية؟ ولو استعرضنا تاريخ الفنون قديما من النادر أن سمعنا بالمرأة كفنانة تشكيلية، حيث كان الرجل هو العنصر البارز في معظم الحقب الزمنية من التاريخ. وبما أن عنوان هذه الورقة هو دور الفنانة التشكيلية بالحركة الفنية السعودية، كان من الضروري أن نبين أن الحركة التشكيلية بالمملكة العربية السعودية بنيت على عدة عوامل أساسية، من أهمها أن المملكة العربية السعودية تعتبر من البلاد الاحترامية الأطراف ومقسمة إلى عدة مناطق ومحافظات، منها الوسطى والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية، وكل منطقة لها عاداتها وتقاليدها وتأثرها بالأرض التي تنتمي لها. أن الفنانات السعوديات تأثرن بالتراث المحلي الشعبي للمملكة العربية السعودية بشكل عام، وبفنون الحضارات المختلفة الإسلامية والعربية، وأيضا بفنون الطفل بأسلوب معاصر. وتتميز أعمالهن بالجرأة كإحدى التجارب الفنية السعودية النادرة التي استندت إلى بحث طويل. إن الشعوب تفخر بتراثها الثقافي الذي يميزها، والذي يتكون من مجموعة من المفردات كالعادات والتقاليد والقيم والمفاهيم والقصص والأساطير والمعتقدات والحرف والفنون والأساليب المعيشية، وهو الذي يميز كل دولة ويكسبها الطابع الخاص بها ويحفظ لها تراثها. إن هنالك من الفنانات التي تأثرن بالجوانب الاجتماعية وصورن العادات والتقاليد الاجتماعية والتراث المحلي الشعبي في منطقتهن، ومزجنا بين التراث المحلي والأساليب الغربية في الفن التشكيلي من أجل إيجاد أسلوب فني متميز مستند من التراث وبروح معاصرة، مشيرة إلى طبعا أن هناك من تأثرت بشكل واضح بالبيئة الجغرافية بالنسبة للمرأة. طبعا أعمالهن تكون دراسة للبيئة الجغرافية الزراعية والصحراوية للمملكة لمعرفتهن بما يتميز بكل طبيعة عن الأخرى، ونجد ذلك أيضا في فنانات أبهى وعسير أنهن تقريبا الأمور الفطرية أنه اتجهنا إلى فن اسمه فن القرض، وهو زخرفة جدران المنازل في الزخارف الشعبية، فكان بدأ بشكل فطري عند المرأة منذ القدم. طبعا أيضا الغرض من إظهار هذه الخصائص هذه البيئة، فساهمت بأعمالها بتوصيل مفهوم الفن المعاصر وما تحوي لوحات معاني تعبيرية عن واقع وبيئة البلد التعبيرية وخصوصية ذاتية دون محاكاة مباشرة مثل الفنانة نوال موصلي. طبعا الفنانة نوال موصلي من الرائدات منيرة
الفنانة منيرة موصلي من الرائدات أيضا لدينا. الأستاذ ناصر تكلم عن الأستاذة صفية بن زقر، وأيضا من الرواد عندنا من الرائدات الفنانة منيرة موصلي. وهناك الكثير من الفنانات من استطاعت التعبير عن أعماق نفسها بطريقة فيها الكثير من الإحساس الصادق والتأمل العميق داخل وجدانها من أجل تحديد مفهومها الخاص بالمجتمع الإسلامي الذي تعيش فيه، ويلعب الخيال والرؤية الداخلية الغامضة للمصورة التشكيلية دورا كبيرا في أعمالها التي سجلت بداخلها سمات فنية مستمدة من تراثها والموضوعات النابعة من بيئتها المحلية. أيضا نؤكد أن الفنانة السعودية من خلال نماذج دراستها للعديد طبعا الفنانات التشكيليات نحن نشوفها تتميز بالقوة في الأداء، الجرأة أيضا في رسم الخطوط والتأكيد عليها، بالإضافة إلى الجرأة في استخدام اللون والخامة وما يتناسب مع الأسلوب وتشريح قوة التعبير من التكوين من خلال الخط واللون. أيضا الفنانة السعودية تعتبر نفسها جزءا من المجتمع الذي تعيش فيه، فهي تتأثر بكل ما يحدث من الصراعات، حالات التوتر، المشاكل الاجتماعية، الهام كونها امرأة أولا وأخيرا، فهي تعبر عن نفسها قبل أن تعبر عن الآخر، لأن أحيانا نرى من خلال دراسات تاريخية أن الرجل عندما يعبر عن المرأة فإنه يعني يرسمها من خلال ما يشعر به تجاهها من حالات مثل نقول الحب أو العلاقة أو أي نوع من أنواع التعبير الذاتي أو النفسي أو حتى كالأمومة. لكن المرأة هي ترى هذا الواقع كهم، كيف تعبر عن همها كإنسان أولا وأخيرا، ومن ثم كيف تعبر عن الهموم والحاجات التي تريد أن تحققها في هذا المجتمع الذي تعيش من خلاله. أيضا طبعا نرى بوضوح أن هناك أساليب فنية وفكرية معاصرة في التصوير التشكيلي السعودي للفنانات، يستمد الرؤية من أيضا التراث يؤثر بشكل كبير على الفنانة السعودية كونها تتأثر بالأرض التي تعيش فيها. الآن في الحداثة أو التطور المعاصرة أصبح هناك نقلة خلينا نقول نقلة كبيرة ونوعية في تأثر الفنانات التشكيليات بالحركة الفنية العالمية من خلال كثرة اطلاعهن وزيارتهن للمعارض العالمية مثل آرت دبي وبينالي الشارقة والبيناليات العالمية واطلاعهن بشكل مستمر. وهناك أيضا التحدي، أن هنا أجد روح التحدي والإصرار على إيجاد مكان لهن في المملكة العربية السعودية أولا وفي العالم ثانيا. هن يعني طموحات جدا ومجاهدات. طبعا المرأة السعودية لها دور واضح في الحركة التشكيلية القائمة على طريق الدعم أو المشاركة كمصورة تشكيلية. هي ليست فقط تستخدم اللون واللوحة، هي أيضا تستخدم الأساليب الفنية المتطورة، سواء كان عن طريق الانستليشن العروض أو عن طريق التركيبات أو عن طريق التصوير أو حتى عن طريق استخدام أحدث التقنيات في الفن الحديث. طبعا يعني في هناك مجموعة كبيرة من الفنانات. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية هي يعني مجال متسع للتجارب الفنية. الفنانة التشكيلية السعودية نجدها متوزعة في المناطق اللي ذكرتها مسبقا، سواء كانت الوسطى أو الشرقية أو الغربية، جميع المناطق. طبعا أنا سأذكر مجموعة من الفنانات وأتمنى أن يستمحون لي العذر إن نسيت إحداهن، ولكن هناك لدينا الأميرة أضواء بنت يزيد، بدرية الناصر، خلود آسال القضية، بطماوي زهرة أبو علي، سر والحبيب، شادية عالم، شريفة سديري، صفية بن زقر، فوزية عبد اللطيف، منيرة موصلي، منى القصبي، نوال مصلي، هدى العمر، وهلا بنت خالد. طبعا هذه الأسماء أوردت لهن الباحثة طبعا يعني جزء من البحوث في المملكة العربية السعودية، بحيث أنها يعني كانت دراسة متخصصة لهن. عبير الصاعدي طبعا الدكتورة. فطبعا هناك أيضا نحن نعلم أن المجتمعات العربية تواجه صعوبات كثيرة، يعني كونها امرأة كيف تتحدى هذا المجتمع الذي تخرج منه من ناحية
طبعا من اول الصعوبات اللي كانت تواجه المراه ندره المعاهد الفنيه من الكليات والجامعات، يعني كانت تنمي الفنانه التشكيليه موهبتها عن طريق الدورات اللي خلينا نقول خاصه ليست اكاديميه، يعني الفنانه عندما تكون محترفه او متميزه في الفن تقوم بانشاء مجموعه من الدورات اللي تكون مصغره، بعد ذلك استوسع الامر فكان هناك معهد المهارات والفنون في الرياض، وايضا مركز البيلسان في المنطقه الشرقيه، ودورات كثيره جدا لان المراه كانت قويه تريد ان تنمي نفسها باي طريقه، وانا كان لي تجربه كنت اذهب من منطقه الاحساء الى الدمام يوميا لادرس درس فن تشكيلي او اسافر حتى الى مناطق بعيده كي اتعلم درس فقط في الرسم لمده ساعه واحده، فكان هذا الامر يستحق التحدي. ايضا لدينا الاهتمام ايضا بالدراسات النقديه والتحليليه للاعمال التصويريه التشكيليه السعوديه والاساليب المعاصره، ايضا الفنانه كانت تحتاج دعم الفنانه التشكيليه من الناحيه الماديه والمعنويه